شادي، قبل ما نتكلم على تفاصيل كتير في السد الاهلي، بيتك بالتاكيد، وانت كمان واحد من الناس اللي ساهمت بشكل كبير قوي 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 على مدار سنين طويله وعلى مدار بطولات عظيمه ان يبقى الاهلي له يعني بطولات، سواء كان على المستوى الافريقي، على المستوى المحلي، على كاس العالم للانديه. فانت واحد من الناس اللي كانت موجوده في الجيل الكبير قوي ده. يعني لما جت فكره استاد الاهلي، فتخليد الاسماء على جدران استاد الاهلي من خلال درع تخليد الاسماء. انت لو عندك والد، والده، زوجه، ابن، صاحب، حد مؤثر في الحياه، فبيجي لك فرصه ان انت بتحط اسمه في مكان كان بيحبه، سواء كان موجود ربنا يديله الصحه او مش موجود ربنا يرحمه. يعني لو شادي محمد جات له الفرصه انه يحط اسم اثر فيه على مستوى الشخصي، مستوى الرياضي، مستوى الانساني، اي حاجه، يختار مين؟ انا هاخد منك اكسبشن سريع مم. كده ولان ده استاد حلم مم. الاهلاويه، فلما اجي اقول حد لوحده ممكن انا في دماغي ثلاثه وهقولهم بسرعه. اوكي. اول حاجه، ده استاد وبنحلم بيه كلنا وبقى على ارض الواقع وبنصور قدامه، ودي حاجه شيء عظيم جدا والفكره محترم. فما ينفعش نتكلم في استاد من غير لما نتكلم جماهير. مم. فجماهير يعني في لوحة الشرف كده أول حاجة أحطها شهداء النادي الأهلي، اللي تعبر عننا واللي احنا كلنا شفنا الموقف الصعب و و و و و ودول من أكتر الناس اللي بتساند وقوة حقيقية، سواء جماهير النادي الأهلي بس يتمثل في شهداء النادي الأهلي. فأول واحدة كده هحط شهداء النادي الأهلي. رقم اتنين، والدي الله يرحمه. الله يرحمه. هختار والدي لأن تعب معايا كتير جدا، وكان نفسي يحضر معايا حاجات كتير قوي. آه، و- و- وساعدني في حاجات كتير دلوقتي بمر بيها، ممكن لولا نصيحته ما كنت ابقى مش عارف اخد قرار في حاجات كتير. بس هو مريت بنفس الحاجات، وهو نصيحته مم. ووقوفه جنبي طول الوقت. وكان نفسي يشوف نجاحات ليا كبيرة، لان تعرضت لبعض الانتقادات في الاول كده، كان بيغضب جدا وبيزعل. فكنت عايز اقول له الدافع المعنوي ليا ووقوفك جنبي دي اقل حاجه تبقى اسمك على استاد النادي الاهلي. آه، كنت هحط نفسي عشان ساعات ناس كتير كده حتى على مستوى زمايلك ممكن انت ككابتن للفرقه وككابتن للتيم ده كله ممكن ينساك. بس الافضل من ان انا احط نفسي، احط واحد بحبه ورمز من رموز النادي، كابتن ثابت البطل.